معكم بعد غياب طويل، وهذه المرة نعود بالملاعب الجزائرية الجديدة ونحط الرحال بملعب تيزي وزو الجديد. خرجت بعض الأقاويل تقول بأن أرضية غير صالحة، على عكس ما يشاع. هذه صور اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022. أرضية جديدة جيدة إلى حد الآن، وهي قيد المعاينة اليومية والمستمرة، وتشهد نمو رائع ويتم قصها باستمرار حسب قانون الأعمال الذي يقص عليه الأرضية. كذلك ستبدأ المعالجة الضوئية للعشب قريبا حتى يصبح جاهزا 100% عند تسليم الملعب إلى الجهات المسؤولة ونهاية أشغال الملعب رسميا.